السلام عليكم. هنعمل طريقة بطاطس بالسجق بطريقة خطيرة سهلة وسريعة وكله في حلة واحدة. بجد مش هتاخد منك اي وقت، ومن اسرع الاكلات والذها، وبجد طعمها وريحتها خطيرة وفي حتة تانية. بس قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش اشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وكومنت عشان تدعموني. ويلا بينا نقول بسم الله ونبدأ في المقادير على طول. اول حاجة هنجيب كمية البطاطس بتاعتنا، هنقشرها ونغسلها كويس ونقطعها. اهم حاجه واحنا بنقطعها نقطعها قطع متوسطه، ما تبقاش صغيره خالص ولا كبيره، عشان السجق من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص في السوا وبيستوي بسرعه جدا. هقطع البطاطس شرايح زي ما وريتكم كده. بعد كده هجيب بصلايه متوسطه هقطعها جوانح، اللي هي بتبقى شرايح كده. عايزه تقطعيها مكعبات صغيره كبيره براحتك خالص. بعد ما هقطع البطاطسايه بتاعتي هكون مجهزه معايا فلفل حامي وبارد. وبعد ما قطعت البصله بتاعتي هكون مجهزه الفلفل الحامي وبارد هقطعه. كل الحاجات اللي احنا بنحطها دي بتدي طعم تحفه قوي للسجق. السجق لا هنشويه ولا هنعمله، لا هنعمله كده بكل سهوله، بحيث ان الاكله دي اللي هي تتعمل في نص ساعه، اللي هو جوع اخر الليل زي ما بيقولوا. هقطع كده الفلفل معايا بالشكل ده قطع صغيره، عايزه تقطعيها قطع كبيره براحتك برضو. هجيب بقى صينيه احط فيها البطاطس اللي انا قطعتها، عليها البصل والفلفل وكمان حبه من الثوم يدوا كده طعم وريحه كده حلوه، ونتبلها بشويه كمون فلفل اسود وملح وبس كده. عايزه تحطي اي توابل تانية انت بتحبيها براحتك، عايزه تستكفي بدول سيبي كفايه كده. والسجق نفسه فيه توابل هيطلع التوابل بتاعته. نقلبهم كويس قوي كده مع بعض ان شاء الله، حتى نتعاكم بايدينا بيدوا بجد بيفرق قوي في طعم البطاطس. جربي كده ان انت تقلبي الثوم مع البصل والفلفل بايدك كده كويس قوي، تخلطيهم مع بعض جامد وتقلبيهم مع البطاطس، بجد بيفرق في طعمها وريحتها بشكل مش طبيعي. هنجيب السجق بتاعنا نقطعه بقى قطع كبيره صغيره برضو زي ما انت حابه، وهحطه على البطاطس وهضرب شويه من الطماطم مش كتير، وهخففهم بشويه ميه او شوربه واحطهم على البطاطس. ما تكتريش في الميه، انت هتحطيها على النار تسيبيها لان هي تستوي بسرعه جدا. هتحطيها على النار من فوق لمده ربع ساعه، وبعد كده هتدخليها الشوايه. اول ما تلاقي البطاطسايه بتتك عليها، بتلاقي المعلقه دخلت فيها، وقفي تسويه ودخليها تحت الشوايه، والشوايه كده كده بتكمل السوا بتاعتها. احنا هنا حطينا قطعه من الطماطم على الوش لزوم كده ان هي تدي لون اكتر للصلصه وتدي كده شكل حلو في الشوايه. دخلناها بقى تحت الشوايه. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد طعمها كان خطير وحلوه قوي، تاكليها مع رز عيش، بجد حلوه قوي وجديده ومختلفه على سفرتك، وما بتاخدش اي وقت. جايه من الشغل تعبانه عايزه تعملي اكل بسرعه وزهقانه، مفيده قوي ولذيذه. خلصنا كده، متنسيش تشتركي في القناه.